إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. بالمناسبة التصوف أول ما بدأ في البصرة بدأ بنوع من التقشف والزهد في الدنيا والانقطاع للعبادة. هذه بداية التصوف كما قال شيخ الإسلام. بدأ بقوم تقشفوا وزهدوا في زخارف الدنيا وانقطعوا للعبادة. أخيرا دخل عليهم الشيطان، لأن للشيطان منافذ على ابن آدم، ويدخل على العباد غالبا من باب الغلو. دخل عليهم وزين لهم لبس الصوف وأن يقاطعوا ما عدا الصوف، فعرفوا بالصوفية، فكل من لازم الصوف يقال له صوفي، فصار لهم لباس الشهرة الصوف. ولم يقف بهم الشيطان إلى هذا الحد، بل أدخل عليهم الزندقة والإلحاد والغلو في الصالحين ودعوى التفاني في الله إلى درجة وحدة الوجود، فسموا صوفية نسبة إلى لبس الصوف، لا كما يقول بعض المتعاطفين معهم إن النسبة إلى الصفاء، وهذا غير صحيح، لأن النسبة إلى الصفاء صفائي، وليست النسبة إلى الصفة كما يزعم، لأن النسبة إلى الصفة صفي، وليست النسبة أيضا إلى الصف الأول كما يقولون، لأن النسبة إلى الصف صفي ولم يبق إلا الصوفي. نسبة إلى الصوف، إلى لبس الصوف. إلى الصوف، إلى لبس الصوف. نريد أن نصل إلى ما نريد. إن هؤلاء الذين يستشهد شيخ الإسلام كثيرا بكلامهم صار عندهم تعديل في تصوفهم، فلم يبق لديهم إلا نوعا من التقشف والزهد والانقطاع للعبادة. هذا ليس مذموما في ذاته، بل هذا مطلوب. تخلصوا من الزندقة والإلحاد والغلو الزائد وتقديس الرجال واستعمال الذوق، فصاروا أهل علم. لذلك ينقل شيخ الإسلام كثيرا من كلامهم، ولكنه سوف يمر بنا إن شاء الله قوله إنه ليس كل من ينقل كلامه أنه يقول بقوله.